يسعد مساكم، معكم سارة جمعة في برنامجكم من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة هيكون للمجتمع بيحاسب المطلقة، ودي كانت أحد الرسائل اللي اتبعتت لنا على رسائل الصفحة. اتبعت لنا على رسائل الصفحة النهاردة هي سيدة بتشتكي، بتقول أنا كنت متجوزة قعدت 10 سنين وجيت بعد 10 سنين حصل انفصال. فبتقول ان المجتمع بيحاسبها وبتعاني في المجتمع ومش عارفة تعيش نتيجة ان هي انفصلت عن زوج عاشت معاه 10 سنين. كان بيتعامل معاها بأبشع الطرق اللي ممكن اصلا اي حد يتعامل مع حد بيها. هي بتحكي بتقول انا معايا 3 بنات. بتقولي انا عشت مع زوجي ده 10 سنين، بس كان دايما بيعنف البنات وبيعتدي عليهم بالضرب، غير طبعا الإهانة اللي بيشوفوها، غير ان هو طبعا بيعتدي عليا بالضرب يعني بيقول أسوأ الكلام اللي ممكن أي واحدة تسمعه. فبعد 10 سنين طبعا العيال كبرت وبدأت ان هي تتكلم وبدأت ان هي تتدخل في الموضوع. فكان في بالي كتير جدا ان انا انفصل، بس بصراحة فكرة خوفي من المجتمع خلاني مش عارفة ان انا افكر في موضوع الطلاق. بس جت بنتي الكبيرة قالت لي يا ماما احنا عايزينك تتطلقي. فطبعا يعني كانت دي صعقة بالنسبة لي ان انا اسمع الكلام ده من بنتي. قالت لي احنا عايزين تتطلقي علشان احنا نعيش، احنا تعبنا. هو فعلا ما بيعمل لهمش اي حاجة كويسة، ممكن حتى بيبقى قاعد بياكل ويعني بيتميز بالأنانية بشكل رهيب. ممكن يكون قاعد بياكل والبنات جعانة ما بيبص لهمش في حتة ان هو ممكن يديهم حاجة من ايده، او هو مش شايفنا اصلا، هو مش شايفنا ولا شايفهم ولا في دماغه اي حاجة. فبتقول لي احنا تعبنا يا ماما، هو بيعمل لنا ايه؟ انت شغالة وانت بتصرفي على البيت، هو ما بيقدمش لينا اي حاجة علشان نكمل معاه في العيشة دي وعلشان انت تكملي معاه في العيشة دي. يا ماما انت من حقك ان انت تنفصلي عنه وتشوفي حياتك مع حد تاني. وبالفعل أنا فضلت أفكر في الموضوع لأن العيال عندي يعني اتدمروا نفسيا. بالفعل بعد فترة فكرت في الموضوع وانفصلت عنه. أول حاجة عملتها خدت عيالي ورحت على بيت أهلي. طبعا ما لقيتش يعني مش لقيت أهلي مش مرحبين بيا خالص. لقيتهم متضايقين جدا من وجودي وكان كل واحد بكلمته. وكانت جت والدتي قالت لي ما حدش قال لك تطلقي، كنت استحملي علشان عيالك. طب انا استحمل علشان عيالي اللي هم اصلا طلبوا مني ان انا ما اكملش في العلاقه السامه دي، اللي هو علاقه اصلا ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش حتى امل 1% ان يخلي اولادي يتحملوا او انا اتحمل عشان اكمل في الموضوع في الجوازه. وبالفعل لما رحت لقيت مفيش اقبال خالص من اهلي. اللي حصل ان انا واجهت مشاكل. في اول قعدت عندهم حوالي 3 شهور وواجهت مشاكل، يعني واجهت مشاكل كبيره جدا في بيت اهلي، وعيالي ما قدروش ان هم يكملوا بصراحه ان هم يكملوا بيت اهلي. اللي حصل ان انا فكرت وناس كتير اقترحت عليا ان انا اخد حاجه بعيد وامشي بعيالي وامشي بالبنات. وبالفعل ده اللي حصل. وانا كده كده شغاله، ما كنتش حتى بخلي اهلي يعني يصرفوا على اولادي جنيه واحد. وكان شرط اهلي في الاول خالص اني انا اسيب الاولاد واكمل معاهم في يعني اعيش معاهم، بس طبعا انا مش هسيب ولادي لان اللي شافوه ما يستاهلوش ان هم يشوفوا اكتر من كده تاني يعني بصراحه يعني. فبالفعل خدت الأولاد ومشيت ورحت أجرت شقة واشتغلت، والحمد لله الدنيا تيسرت والدنيا مشيت، وعندي بسم الله ما شاء الله بناتي كبار ومتحملين المسؤولية بصراحة. فطبعا كان في زميل في الشغل هو أعزب مش متجوز يعني. فبصراحة هو يعني من كتر ما هو شايفني أنا على قدر من الجمال شافني وعرض عليا الجواز. فطبعا بحكم ان هو اعزب انا بصراحه رفضت الفكره من الاول وما حبيتش ان انا اكمل في الموضوع. بس بعد فتره طبعا هو زن عليا كتير جدا. بصراحه فكرت في الموضوع والبنات عندي قالوا لي يا ماما ليه ما تفكريش انك تعيشي حياتك، ما انت ما عشتهاش اول مره علشان خاطر يعني تبقي على اي حاجه. يعني ماما انت تستاهلي حاجه كويسه. وبالفعل انا وافقت فعلا الشاب دوت، وبالفعل انا اتعلقت بيه. فجت الخطوه بقى ان هو يجي ياخد الخطوه ان هو يجي يتقدم لي.
طبعا اهله رفضوا، طبعا ازاي تتجوز واحده معاها 3 بنات ومطلقه، ويعني كان سبق ليها ان هي متزوجه قبل كده وانت لسه اعزب ولسه شاب صغير، يعني مع ان هو من السن بتاعه نفس السن بتاعي، يمكن هو كمان اكبر مني سنه ولا حاجه. فطبعا واجهت تهديدات جدا من يعني اهله، كلموني وهددوني، قالوا لي تبعدي عنه، وبالفعل انا ما حبيتش ان انا اكمل في الموضوع دوت، وكلمته وقلت له مش هقدر اكمل في العلاقه دي لان اهلك مش مرحبين بالموضوع، وبالفعل المجتمع نفسه مش مرحب بفكره ان واحده عندها اولاد مطلقه تتجوز واحد اعزب. فكل واحد راح لحاله، وهو لحد الان بيزن عليا وعايز يرجع بس من ورا اهله، عايز يتجوزني من ورا اهله. طبعا انا رفضت لاني انا مش هاخد تجربه تانية، كفايه التجربه الاولانيه، مش هعلق نفسي بحاجه تاني او ادخل في عيالي في اولادي في صراعات تانية ملهاش اي معنى. فدلوقتي بس انا عايزه بس اقول لك حاجه يا استاذه ساره، يعني هي بتبعت لي بتقول لي كده، ليه المجتمع بيحاسبنا؟ ليه المجتمع شايف اني خلاص ما دام انا اتطلقت مش من حقي ان انا اتجوز واحد مش متجوز؟ ليه؟ هو انا عملت ايه؟ وانا كان ذنبي ان انا اتجوزت واحد في المره الاولانيه وفشلت في علاقتي معاه في الجوازه الاولى، مع اني حاولت كتير جدا والله علشان خاطر اكمل العلاقه دي، حاولت كتير، 10 سنين ضيعتهم من عمري ومن صحتي ومن كل حاجه، بس في الاخر اولادي هم اللي ما تحملوش مش انا. اولادي اللي قالوا لي كفايه يا ماما، هو ما بيعملناش حاجه، اولادي بيدعوا عليه، بيقولوا يعني في بنت منهم تقول لي يا ماما ربنا ياخده عشان نرتاح، يا ماما ما عملناش اي حاجه كويسه. ليه المجتمع بيحاسبنا؟ ليه دايما شايفين المطلقه ان هي منبوذه، حد كده يعني ما ينفعش ان هو يعيش تاني حياته او يعيش حياه جديده تاني؟ ليه يا استاذه ساره؟ عرضي مشكلتي وعرفي الناس ان احنا بيموتونا بالبطيء، لان كده حرام. يعني انا فعلا اتعلقت بيه وهو بيحبني بس اهله رافضين، وطبعا المجتمع كله، مش اهله بس اللي رافضين، المجتمع كله رافض فكره ان واحده معاها عيال مطلقه تتجوز واحد اعزب. فمحتاجه منكم في رسائل الصفحه تردوا عليها وتقولوا لها هي تعمل ايه، لاني انا كساره بصراحه ردي هيكون مختلف، لاني بصراحه انا شايفه ان المجتمع ظالم المطلقه بشكل كبير جدا، في حين فعلا ان هي بالفعل على كلامها هي بتقول ان هي حاولت مره واثنين وثلاثه وحاولت كتير. صدقوني ما فيش حد هيخرب بيته غير بعد محاولات كتيره جدا فشلت. فيا ريت ما نحكمش على الناس ونقول ان هي غلطانه، كانت المفروض تكمل وفي الاخر تجيلنا بمصيبه تقتله او يقتلها، وفي الاخر نطلع بالمجتمع ونقول قتل مراته، قتلت زوجها، في الاخر العيال تتشرد وفي الاخر البيت كله يقع. بل بالعكس ممكن نلحق البيت من الأول خالص في الانفصال. الانفصال مش أسوأ حاجة زي ما الناس فاكرة، الانفصال ممكن يكون أنسب طريقة سلمية في إن أنت تتخلص من علاقة سامة مش قادر تكمل فيها. فأنا منتظركم على رسائل الصفحة، تبعتوا لنا تقولوا لنا هي تعمل إيه، ويا ريت المجتمع يغير الصورة شوية عن المطلقة. مش كلهم وحشين والله، في ناس كتير حاولت بس ما قدرتش تكمل، واللي معاها ما ساعدهاش فعلا ان هم يكملوا في العلاقه دي، ان هي تستمر حتى عشان عيالهم. هستنى تعليقاتكم على الفيديو، وطبعا اكيد في حد فينا هيقول تعليق، في حد فيكم هيقول تعليق كويس هيفيد المجتمع، لان فكرتي كلها هدفها ان احنا نغير صوره المجتمع عن الست المطلقه. وكان معكم ساره جمعه في برنامج من الحياه على راديو العشرينات TV FM.